يحطها لروماريك ايتو. اقفل اقفل اقفل. حضري حضري. حرام حرام حرام. من هنا بالظبط ومن اللحظة دي بالتحديد مصر كلها ضلمت، بعد ما كنا اتعشمنا وقلنا خلاص دي أقرب مرة ولا إيه، ولا هتطلع زي كل مرة اتعشمنا فيها. مش كفاية 28 سنة يا دنيا؟ مش كفاية إن الجيل الذهبي لمصر واللي خد 3 أفريقيا ورا بعض ما صعدش كاس عالم؟ يا دنيا ايه وراكيش غيري ولا ايه؟ لكن المرة دي القصة كلها كانت مختلفة، وكل تفاصيلها ومحاضرتها كان فيها اللي يفرح واللي بيوجع. فدي المراجعة النهائية لتصفيات كاس العالم 2018. بس في الأول كده طالما وصلك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، ويلا بينا نبدأ المشوار. ما بدأناش بالمرحلة الأولى في التصفيات، بدأنا بالمرحلة الثانية، لأن مصر وقتها كانت في التصنيف التاسع أفريقيا، واتعملت قرعة بعد ما خلصت المرحلة الأولى، وكان أول ماتش لينا مع تشاد في تشاد. عشان الفايز مننا يروح مباشرة مع 20 منتخب متقسمين على 5 مجموعات بيصعد أول كل مجموعة. المهم يعني أول ماتش كان مع منتخب تشاد في تشاد زي ما قلنا، لكن هنا بقى كانت الصدمة من الأداء والنتيجة بالخسارة 1-0 بره الأرض. فاللي هو صباح الفل كده، احنا أول ماتش في أول تصفياتنا بنخسر فيه، فده ما شاء الله أحسن مؤشر يقولك إن أنت رايح في سكة طبيعية زي ما كنا ماشيين السنين اللي فاتت والتصفيات اللي قبل كده. احنا رايحين في سكة عارفين آخرها كويس. مندهاش ومفيش أي تحمل للمسؤولية، مفيش أي حاجة. لما نخسر من فرقة زي تشاد دي هنعمل إيه مع بقية الفرق التانية؟ عشان بعدها بكام يوم يبقى ماتش العودة هنا في مصر يوم 17 نوفمبر 2015، ونكسب 4-0. لكن برضو محدش كان مطمن لكوبر ولا لاختيارات كوبر، لكن كله كان مستني وساكت أول ماتش في دور المجموعات، لأنه كان في أكتوبر 2016 بعد سنة تقريبا، وده بعد القرعة اللي وقعتنا تاني مع منتخب غانا وأوغندا والكونغو. لكن للأسف أول ما شفنا منتخب غانا كل ذكرياتنا راحت ناحية ماتش 6-1 والمهزلة والفضيحة والسبب اللي خرجنا من كاس عالم 2014. هدف سادس. صعبة قوي النتيجة. بدأنا أول ماتش في دور المجموعات في أكتوبر 2016 قدام الكونغو، وحققنا أول نتيجة إيجابية بالفوز خارج الأرض 2-1، عشان في نوفمبر 2016 نلعب غانا على أرضنا. وكلنا كنا عارفين إن ده هيبقى ماتش فاصل جدا في مشوارنا في التصفيات، لأنه بيتحسب الماتش قدام المنافس الرئيسي ليك في المجموعة اللي هيحدد مين فيكو اللي هيصعد كاس العالم. كلنا كنا عارفين أهمية الماتش دوت، والحمد لله كسبنا غانا وربنا كرمنا وكسبنا 2-0. الأول من صلاح من ضربة جزاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والتاني من عبد الله السعيد. 1-1 عرضية ولم وإيه وهوبا. الله. في أغسطس 2017 رحنا نلعب ثالث ماتش في التصفيات قدام منتخب أوغندا الفقير جدا على أرضه، لكن للأسف نخسر بنتيجة 1-0 برا أرضنا. دي حاجة وقعت قلوبنا كلها، لأن بعد ماتشين بنتيجتين إيجابيتين أنت بتخسر برا أرضك 1-0 من فريق ضعيف جدا فنيا. للأسف الشديد المنتخب الوطني بتاعنا دخلنا في حسبة بيرما، حسبة معقدة كالعادة في تصفيات كاس العالم، عشان نلعب منتخب أوغندا هنا في مصر ونكسبهم بنفس النتيجة اللي خسرنا بيها 1-0، عشان مصر يكون معاها كده 9 نقط من 4 ماتشات. وهنا بقى تبقى اللحظة الفاصلة، ماتشنا على أرضنا قدام الكونغو، ولو كسبنا نصعد كاس عالم، وفي حالة التعادل أو الخسارة هنبقى واقفين على ماتشنا قدام غانا في أرض غانا، ومطلوب مننا نحقق نتيجة إيجابية. وطبعا ما أدراك إيه هو ومين منتخب غانا في غانا. مش معنى كورة يعني اللي هيبقى لكم امل فيها، ما كده مغلوبين. ما تسكت يا كابتن العالم انت. لا هو انت يعني لو سكت هيقولوا له ما اتكلمش اهو. بس عاشت مصر. جت اللحظة وأقرب لحظة في إنك تروح كاس العالم وتلعب كاس العالم. خلاص ماتش الكونغو بيبدأ، ودي الكونغو اللي معاها نقطة واحدة بس وآخر المجموعة. غير كده كمان انت كسبتها على أرضها بنتيجة إيجابية 2-1. خلاص مفيش أسهل من كده، ودي أقرب مرة نكون فيها لكاس العالم من 28 سنة. جات لي إنه إحنا مصر الأول بتاع المجموعة، الكونغو الأخير. إحنا عندنا 9 نقط، الكونغو نقطة. الفرقة دي إحنا كسبناها على ملعبها 2. كل المعطيات بتقول ان ماتشنا ده مستريح وفي جيبنا. سير الماتش ما كانش احسن حاجه، واللي كله اتفق عليه ان اداء كوبر كان سيء جدا، خصوصا في الشوط الاول بالذات بسبب فقر الفرص الرهيب رغم حماس الجماهير اللي يخلي الحجر يتحرك. عشان السيناريو يكتب لنا ان الحماس والتشويق وكل حاجه في الكوره وكل المشاعر تتلخص في 45 دقيقه. 45 دقيقه تفصلك عن اغلى حلم. وفعلا في الدقيقه 62 صلاح والأول. يلا صلاح الله. والماتش يفضل ماشي بأحلى سيناريو وأحلى قصة، وكله بدأ يتخيل منتخبنا في كاس العالم، ومحدش أبدا
خطر على باله ولو للحظه واحده ان ممكن الحلم ده يتغير، لما في لحظه واحده في الدقيقه 87 الحلم حرفيا يتحول لكابوس. حضري حرام. مفيش حرام. مخلوق فيك يا حرام. مصر قدر يمسك دموعه من كتر الحزن والحسره على الحلم اللي ضاع. شفت الولد بيبكي، الولد اللي بكى ده اقسم بالله يا مدام اسعاد قطع قلبي. لحظه من اصعب اللحظات اللي ممكن تعدي عليا كمشجع كوره. اصعب وقت انا مريت بيه في حياتي، اول مره اقول الكلام ده. بس اتاري ربنا والقدر كاتبين اننا نصعد بعد 28 سنه بشكل ودراما مش طبيعيه. دراما جسدت معاناه 28 سنه وبالتحديد معاناه ال90 دقيقه اللي عشناهم مع المنتخب من اول الماتش عشان في الدقيقه 94 تحصل المعجزه. لا لا لا، الموضوع كبير وصعب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا رب يا صلاح، محمد صلاح وابا. الله 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 يا بلاد الله. ودموع الحزن واليأس اتحولت فجأة لدموع فرحة وعدم تصديق اللي حصل دوت. محدش مصدق ولا مقتنع ان ده بجد. هو خلاص كده بجد روحنا كاس العالم؟ وطبعا خلاص بعد ما اتأكدنا ان حلمنا المونديال خلاص اتحقق، كان باقي لنا ماتش واحد في المجموعة، غانا في غانا. لكن الماتش كان بالنسبة لنا مش اكتر من تكريم وتحصيل حاصل، وفعلا لعبنا بلعيبه ما لعبتش المشوار كله، وخلص ساعتها الماتش بتعادل ايجابي 1-1. ذكريات الواحد عمره ما هينساها وبيحمد ربنا انه عاشها وحس بالدراما دي كلها. صحيح كنا نتمنى ان حضورنا يبقى احسن من كده في نص كاس العالم، لكن اللي حصل ولسه اللي جاي كله احسن. عموما يعني لو عجبتك الحلقه دي قول لي تحت في الكومنتات لو عايزين حلقات زي دي تاني، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وسلام.